هل يا هندسة أنا ممكن أزرع نخلة في قلب برميل وتثمر معايا، أو أنا عايز نخلة مقزمة من اللي هي بتتزرع في البرميل وأحطها فوق السطح وتثمر معايا؟ صباح الخير ومساء الخير حسب التوقيت اللي بتشوفونا منه في معلومة على الماشي من مشيئة الحياة. معلومة النهاردة عن سؤال من أكتر الأسئلة اللي إحنا بنسألها في الكومنتات بتاعة الصفحة وبتتكرر علينا كتير، اللي هي يا هندسة هل انا ينفع ازرع نخله في قلب برميل وتثمر معايا، او انا عايز نخله مقزمه ازرعها في برميل تثمر معايا واحطها فوق السطح اكل منها؟ اول حاجه يا جماعه مفيش حاجه اسمها نخيل مقزمه، دي اول حاجه. تاني حاجه النخيل ما بتثمرش الا لما تتزرع في الارض المستدامه بتاعتها. اي حد يقول لك انا عندي نخيل بتثمر سواء في برميل او في قصريه مهما كان حجمهم، ده كده بيضحك عليك. النخيل ما بتثمرش الا لما تتزرع في ارض مستدامه. لكن انا عندي نخله معمول لها عمليه تحضين في قلب قصريه لحد ما تكون جدر وتكون مجموع خضري. ليه؟ انا ببقى عايز اطلع لك حاجه نظيفه بدل ما تاخد فسيله تزرعها، لا انا بديك حاجه مكونه مجموع جدر تزرعها، دي كده تمام. لكن انا عندي نخيل مثمره بتثمر في قلب قصريه، انا كده بكذب عليك وبضلك، فما تصدقنيش لو قلت لك كده. وده كان من اكتر الاسئله اللي بنسالها على الصفحه، واحنا طبعا بنتابع كومنتات اللي حضراتكم بتبعتوها والاسئله اللي بتسالوها على الصفحه. اي حد عنده سؤال ممكن يكتب لنا في كومنت او يتصل بالارقام الموضحه على الشاشه. ودي كانت معلومه على الماشي من مشاهد الحياه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.